تفتكر لو كلمت صيني بالعربي هيفهمك؟ نفس المنطق ده بينطبق على غازي او محتل. بيستخدم هو كمان لغة خاصة بيه وهي لغة القوة، اللغة اللي ما بيقرأش او بيسمع بيها غير المحتل، اللغة اللي بيتكلم بيها هو واعوانه من سنة 48 في اراضينا ومن قبلها كمان في باقي دول العالم. تفتكر لو قلت له لو سمحت على فكرة انت دخلت ارضي ما ينفعش كده اخرج منها، تفتكر هيسمع كلامك ويقول لك انت صح يلا مع السلامة؟ هيدوس عليك ويستعبدك، واحنا ديننا العبودية والخضوع فيه لله، فواجب على اي اعتداء يحصل لك ترد عليه مصداقا لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني ما اقولش ربنا ياخد المحتل، لا تقول وتدعي وتعمل بقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ما استطعتم من قوه. يعني انا قوتي الحجاره استعين بالله وارمي، قوتك صاروخ ارمي. يعني مش انا اللي جبته لنفسي زي ما استاذ حماده الفزلوك بيقول؟ وايه فايده ده كله غير قتل عشرات الالاف من الابرياء؟ احب اقول لك ان الاستاذ فزلوك ده متربي على الذل والخضوع للرجل الابيض بسلامته. 8 سنوات الضعف والعجز اللي المسلمين عاشوه لازم يدفع، وبيدفع من دم المسلمين نفسهم عشان عزه المسلمين ترجع لهم، عشان يطلع لك جيل عارف مسؤوليته تجاه دينه. والمسلم الضعيف لازم يمر بمواقف تزلزله، مواقف تهد جزء جواه عشان يرجع يتبني بشكل اقوى. عامل كده زي ما بتروح الجيم عشان تكسر الياف عضليه عشان العضله تكبر وتشد. المواقف والظروف الصعبة بتعمل كده. هم لازم يقاوموا عشان دي ارضهم، عشان معاهم الحق، ما ينفعش يرضوا بالامر الواقع عشان خوف من الخسائر اللي هتحصل لهم. هم متعودين على القصف ومستعدين يفدوا بارواحهم وارواح اهلهم عشان دينهم وارضهم. دورك ان تدعمهم باي وسيله تقدر عليها، فما ينفعش تقول هم اللي عملوا في نفسهم كده، ما كانوا عايشين جنب اللي ما يتسموش وكانوا سايبينهم يعيشوا. كان في قصف بس مش بالشكل ده هم اللي عملوا في نفسهم كده، كان لازم يفضلوا ساكتين عشان يعرفوا يعيشوا. اسال استاذ فزلوك وقول له لو حد دخل بيتك قتل اخوك ومثل بجثته واغتصب اختك، هل دفاعك عن بيتك ده عمل ارهابي عشان خايف ان ما يجيش يقتلك انت كمان وتقول كتر خيره وان سابنا عايش؟ هل عدوك لما يصنفك انك ارهابي هتقول له انت صح سمعا وطاعه ايها الرجل الابيض؟ لا طبعا، الحل انك تقاوم. الاول هتقاوم هتتضرب، تقاوم تاني هتتضرب وتضرب لحد ما توصل لمرحله انك تقاوم فتضرب بس لحد ما تتحرر. حاجه كمان عايز اكلمك فيها وبعدها لك للمره الثانيه، لو مش عارف تبني بكلمه وتدافع بيها يبقى الافضل انك تسكت. اهل مكه اضرب شعبي.